السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. النهاردة بقى هنغوص كده في أغنية جديدة عاملة قلبان جامد في الوسط الفني. أغنية اهدى حبة، الديو الأول اللي بيجمع ديانا حداد والدوزي. المصادر اللي معانا بتحاول تشرح لنا سر النجاح السريع ده. أيوة، ومهمتنا هنا نفكك الموضوع ده. إيه اللي خلى الأغنية دي مش بس تنجح، لا دي تكتسح الترندات وتحقق القبول الرهيب ده عند الناس والنقاد، خصوصا إنها نزلت يا دوبك أواخر مايو 2025. طيب خلينا ندخل في التفاصيل. أول حاجة كده، فكرة إنك تجمع اسمين زي ديانا حداد، ودي طبعا ليها تاريخ طويل في الدوتوهات الناجحة، أكيد. ومعاها الدوزي بشعبيته الكبيرة جدا خصوصا في المغرب العربي بس كمان في الوطن العربي كله. دي لوحدها نقطة قوية قوي، مش كده؟ بالظبط، وده غالبا تعاون مدروس مش مجرد صدفة. المصادر بتقول إن ورا الأغنية دي فريق عمل متكامل، أسماء كلها ليها وزنها. بنتكلم عن كلمات محمد البوغة وعبد القادر الدوزي نفسه مشارك فيها. هو كاتب جزء؟ أيوة، والألحان والتوزيع لمحمد يحيى، وده اسم علامة جودة في السوق دلوقتي، معروف بيعرف يعمل أغاني تضرب. فعلا. وحتى بقى التفاصيل الصغيرة، الميكس والماسترينج لشريف مكاوي، التسجيل في استوديوهات القاهرة مع محمود عزت. تمام، ده بيضمن مستوى فني عالي ويقلل أي مخاطر في جودة الصوت أو المنتج النهائي. ده حتى الكليب إخراج نهلة الفهد، المخرجة الإماراتية المعروفة. الصورة كمان واخدة حقها، واضح إن مفيش حاجة اتثابت للصدفة، صح؟ تماما، دي وصفة واضحة لتقليل أي مجازفة وزيادة فرص النجاح لأقصى درجة. طب والنتيجة هي؟ الأرقام بتتكلم. المصادر بتقول الأغنية طلعت ترند على السوشيال ميديا والمنصات الرقمية في ساعات قليلة. ساعات؟ يوتيوب لوحده في يومين بس كان قرب من 700 ألف مشاهدة، والانتشار ده كان في كذا حتة مع بعض: يوتيوب، تيك توك، انستجرام. طيب نيجي بقى لنقطة اللي محتاجة وقفة شوية، المزج الموسيقي ده. المصادر بتتكلم كتير عن الحتة دي، إيقاع شبابي فيه روح شرقية ولمسة مغربية، وكمان استخدام لهجتين مصري ومغربي. إيه سر الجاذبية في الخلطة دي تحديداً؟ بصي، هو السر هنا إن المزج ده مش بس عشان التنويع، لأ، ده بيخلق هوية جديدة للأغنية، حاجة مختلفة ومنعشة. الإيقاع الشبابي ده اللي فيه زي ما لاحظتي بالبورد العربية لمحات لاتينية كمان، صح. ده بيخليه جذاب لشريحة كبيرة من الشباب. وحتة اللهجتين دي بقى، دي حركة ذكية جدا، بتوسع دايرة الناس اللي ممكن تحب الأغنية وتحس إنها قريبة منها. المصري يسمع يحسها بتاعته، والمغربي نفس الكلام. وده كمان مناسب قوي لمنصات زي تيك توك اللي بتحب التنوع ده في الإيقاعات واللهجات. هي وصفة نجاح متكاملة فعلا. طب والناس العادية بقى، الجمهور، استقبلوا الموضوع ده إزاي؟ المصادر بتقول ردود الفعل كانت إيجابية قوي. جدا، الناس على السوشيال ميديا كانت مبسوطة قوي بالأغنية. الإشادات كانت بتركز على الكيمياء اللي بين ديانا والدوزي، والأجواء اللي في الكليب مبهجة كده، واللحن نفسه بيعلق في الدماغ. أنا شفت تعليقات كتير زي تحفة فنية والأغنية تجنن. بالظبط، وحاجات زي خامة صوت ديانا رهيبة مع الدوزي وكلام من ده كتير. التفاعل ده كان حقيقي وباين إنه مش مفتعل. وتفاعل الفنانين نفسهم كمان لعب دور. ديانا لما كتبت الحماس عندي مليار، والدوزي وهو بيشوق الناس بإهدى حبة يا سيدي سون، ده بيعمل حالة ترقب حلوة. أكيد أكيد، الترويج ده وحماس الفنانين نفسهم بالتعاون بيخلي الجمهور يحس إنه جزء من الحدث مش مجرد مستمع. وحتى النقاد والصحافة كانوا ماشيين في نفس الاتجاه الإيجابي ده، ركزوا على الجودة العالية للإنتاج، الفكرة الموسيقية الجديدة، وسلاسة الأداء باللهجتين. اللي يلفت النظر فعلا إنه تقريبا مفيش أي انتقادات سلبية مهمة اتقالت. طيب لو بصينا للصورة الأكبر بقى، الأغنية دي بتيجي فين في مشواق كل واحد فيهم؟ المصادر بتقول إن ديانا حداد الفترة الأخيرة كانت مركزة شوية على التعاون مع فنانين مغربة. صحيح، وده بيوضح إن في استراتيجية عندها، يمكن عشان توسع وجودها أكتر في السوق المغاربي اللي هو سوق نشط جدا فنيا وجماهيريا. وبالنسبة لدوزي، الأغنية دي بتثبت مكانته كنجم عربي بيقدر يعمل أغاني تنجح على مستوى الوطن العربي كله. واللطيف بقى إن المصادر بتقول إن أول لقاء بينهم اللي فتح الباب للتعاون ده كان في مهرجان القفطان المغربي في أبو ظبي. دي نقطة مهمة فعلا. الفعاليات والمهرجانات دي مش بس للعرض والاستعراض، لا دي ممكن تكون كمان هي الشرارة لتعاونات فنية ناجحة بالشكل ده. بالظبط،
هي بتخلق مساحة للفنانين إنهم يتقابلوا ويتكلموا ويشوفوا إيه ممكن يتعمل سوا، وده بيصب في الاتجاه العام اللي بنشوفه دلوقتي في صناعة الموسيقى العربية، اللي هو إيه؟ كسر الحدود الجغرافية واللهجات، والتركيز على التعاونات اللي بتنتج حاجة جديدة ومختلفة. يبقى نقدر نلخص ونقول إن نجاح اهدى حبة ده مش صدفة ولا ضربة حظ، لا ده نتيجة معادلة محسوبة، نجور كبار، خلطة موسيقية ذكية وجذابة، إنتاج على مستوى عالي، تسويق ديجيتال شغال صح، وقبول كبير من الجمهور والنقاد. أتفق معاكي تماماً. كل العوامل دي اشتغلت مع بعضها كويس قوي عشان تحقق النجاح ده. وده بيخلينا نسأل سؤال أخير كده ممكن نفكر فيه بعدين، يا ترى النوع ده من التعاونات اللي بتعدي الحدود وبتعرف تستغل قوة المنصات الرقمية بذكاء وبتقدر تمزج بين ثقافات موسيقية مختلفة، هل ممكن يكون هو ده الشكل اللي جاي لموسيقى البوب العربية وقدرتها كمان على الانتشار بره المنطقة العربية؟ نقطة كده يعني تستاهل التفكير.